في مصيبه ماشي على رجلين. في شوارعنا أخطر من الحروب، أخطر من الإرهاب، أخطر من كل مؤامرات العالم. علينا اسمها الشبو، مخدر الجحيم، بيدمر العقل. قبل الجسم بيمسح الذاكرة، بيخلي الإنسان حيوان مفترس، يخليه يقتل ويسرق وينتحر ويضيع. ده مش مجرد مزاج ولا كيف، ده مشروع إبادة البشر. اللي ما قدرتش تعمله قنابل نووية بيعملوا كيس بيض 500 جنيه. مخدر يدمن من أول مرهن بيخلي المدمن، يبيع كل حاجة عشا. جرعه واحده وأول ما يفوق يكون خسر كل حاجة. الناس بتتعالج سنه كاملة وتنتكس في أول يوم خروج. ليه؟ لأن المعركة مش بس طبية، دي معركة أمن قومي. ولي بيتساهل مع الشبو، بيساهم في تدمير مصر من جوه. لو الدولة فعلا عايزه تنميه لازم الشبو يتمنع، زي ما تمنع الحشيش زمان. لازم خطه أمنيه تشريعية، إعلامية، تربوية. لازم ضربات قاسية على كل التجار. لازم يطهر الشوارع قبل ما نزرع المصانع. لازم نحمي عقول ولي أدنى قبل ما نفكر في مستقبل البلد. الشبو أخطر من السلاح، أخطر من التطرف، أخطر من العدو. لان العدو دلوقتي جوه مشبر مستخبي في كيس، بيتنقل في السر، بينبع على الرصيف، وبيخرب بيت ورا بيت، وبيدمر كيان وطن. والساكت عن الحق شيطان اخرس. أنت كمن ما تسكتش. اعمل شر ولأيك وانشر البوست. وجزاكم الله خيرا.